فالهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم على حبرك أو سنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. آمين يا الله. آمين يا الله. بهم يا ربي. آمين يا الله. سلكت فرد كربي. آمين يا الله. أنت إلهي حسبي. آمين يا الله. على البغاة الكائدين. آمين يا الله. عجل برفي ما نزل. آمين يا الله. إنك لطيف لم تزل. آمين يا من الله. غيرك عز وجل. آمين يا الله. ولطيف بالعالمين. آمين يا رب الله. فينا شر العداء. آمين يا الله. وخذهم وبددا. آمين يا الله. واجعلهم لنا فداء. آمين يا الله. وعبرة للناظرين. آمين يا يا الله. رب شر شملهم. آمين يا الله. يا رب فرق جمعهم. آمين يا الله. يا رب قلل عدهم. آمين يا الله. واجعلهم في الغابرين. آمين يا الله. ولا تبلغهم مراد. آمين يا الله. ونارهم تصبح رماد. آمين يا الله. بكافها يا عين صاد. آمين يا الله. في الحال ولو خائبين. آمين يا الله. وشر كل ماكرين. آمين يا الله. وخائن وغادرين. آمين يا الله. وعاين وساحرين. آمين يا الله. وشر كل المودين. آمين يا من الله. معتد وغاصبين. آمين يا الله. ومختار وكاذبين. آمين يا الله. وفاجر وعائبين. آمين يا الله. وحاسد وشامتين. آمين يا الله. يا ربنا يا ربنا. آمين يا يا ذا الله. البهاء وذا السنا. آمين يا وذا الله. العطا وذا الغنى. آمين يا أنت الله. مجيب السائلين. آمين يا يسر الله. لنا أمورنا. آمين يا واشرح الله. لنا صدورنا. آمين يا واستر الله. لنا عيوبنا. آمين يا وأنت الله. بالستر قميص. آمين يا واغفر الله. لنا ذنوبنا. آمين يا وكل الله. ذنب عندنا. آمين يا وامنن الله. بتوبة لنا. آمين يا أنت الله. حبيب التائبين. آمين يا الله. بجاه سيدنا الرسول. آمين يا الله. والحسنين والبتول. آمين يا الله. والمرتضى بالفحول. آمين يا الله. وجاه جبريل الأمين. آمين يا ثم الله. الصلاة والسلام. آمين يا على الله. النبي خير الأنام. آمين يا وآله الله. الغر الكرام. آمين يا وصحبه الله. والتابعين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، الخير كله وهدنا بهدى. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، ونستعينك ونستغنيك من سواك. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، كل المطالب كلها في رضا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، يا نعبد ونشهد مشهدنا نرى. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وشواهد مشاهد من والي ولا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، ومن على سنة الهدي يراعي رعاه. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وقرأ للقرآن رعى بحق نبا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، إليك تحقق أن هذا حكى. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، صار قلبه وقلبهم دلا من صفا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، بالفم والعلم والتعظيم يا الحسنا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، من كان حظ منك وافر هنا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، بسابق العلم جاء لائق من قضاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وأدركته العناية حيث جئت وجاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، يسمع لبي مجيبك صار سمع دعاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، إليك وخيم حتى ساح فينا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، على الهنا والمنى والباس شئت وشاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، ربي يا ربي هم لي في رجاء من رجاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، اقبل دعائي وقربني مع من دعا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وأنت حسبي وعوني فاشفني بشفاء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، قلبي وقلبي والبسني لباس أتقيا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وغدي روحي بذكري واحمني بحما. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، وحببك لي وحبب لي محبة لك. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، أستغفر الله غفرانك لمن قد عصى. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، اصدق يقيني وثبني ثبات أولياء. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، الحمد لله واختمها بطابع هدى. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، صلاة ربي وسلم نزل مسلما. يا أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء، النبي المصطفى المحمود خان من بياك. الراحمين الطف بنا في قضاء، عدد حياة الذي يحيا به من يا حياة. أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، والآل والصحب والحقنا باسم اسفيا. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء، يا من الخائفين نجنا مما نخاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف، يا ولي الصالحين كن موالينا وكان. يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف، جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف. يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف، مجيب السائلين ربنا واغفر وعاف. يا من الخائفين نجنا مما نخاف، نستعينك يا معين سفهاء عسى شفا. يا من الخائفين نجنا مما نخاف، لنا فتح مبين جاء بالنصر مواب. يا من الخائفين نجنا مما نخاف، شر المؤذيين كفهم عنا كفا. يا من الخائفين نجنا مما نخاف، والعتاة الظالمين حدهم حتى التلا. يا من الخائفين
الخيف نجنا مما نخاف مبين منهم فيهم مضاف يا من الخيف نجنا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخيف نجنا مما نخاف والذين هالك في شفا جرف الهيام يا من الخيف نجنا مما نخاف والطغاة الباغي نكفهم يا خيرك يا من الخيف نجنا مما حسبنا نخاف الله المعين هو لا خلاف يا من الخيف نجنا مما نخاف وكف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخيف نجنا مما نخاف رب العالمين وإليه الانعطاف يا من الخيف نجنا مما نخاف حسن حسين من سواه ما نخاف يا من الخيف نجنا مما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله يا من الخيف نجنا مما صلى نخاف الهدي الأمين وآل أصحاب العفاف يا من الخيف نجنا مما نخاف المسلمين المساكين الدعاء يا من الخيف نجنا مما ورد نخاف الله المتين هو بهم أرحم وراء يا من الخيف نجنا مما نخاف تب علينا وارحمنا وانظر إلينا تب علينا وارحمنا وانظر إلينا تب علينا سامحنا بما جنينا يا تب علينا سامحنا بما جنينا تب علينا يغفر لنا ولوالدينا يا تب علينا يغفر لنا ولوالدينا توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة بتوبة وقبل وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفاء يا الله بتوبة وقبل وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفاء الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر وقبول الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله استغفر الله استغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من يا الخطايا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلا خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران الخير تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران الأسماء والصفات الحسنى والملائك جمّا وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران من أبينا آدم وبنوح الأقدام خليل الرحمن لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ابن مريم بهود الأكرم بها دون العم النبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو وبجاه الغفران الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا با سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لمشايخ الغفران الإسلام أهل علم وأحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران إله العالم يا إله العالم تربه بشار يا إله العالم فيه المشهاد يا إله العالم لو البراء يا إله العالم عليهم حالي زاد يا إله العالم عينات اليوم يا إله العالم كما هم في الكون يا إله العالم وإن بدا مني لون يا إله العالم يطلبوا للغفران يا إله العالم حسن بن صالح يا إله العالم نور طافح يا إله العالم لا تكني فاضل يا إله العالم صمد يا منان يا إله العالم مثل شيخ المشهد يا إله العالم ابن ناصر أحمد يا إله العالم به ثم الجاد يا إله العالم علي لهم شاد يا إله العالم لنا بالمطلوب يا إله العالم فرد مثل أيوب يا إله العالم فرحا ياكم يا إله العالم زالت الأحزان يا إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما تعلم يا إله العالم وجودك قد يا إله العالم خلق والجاه يا إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع الإخوان يا إله العالم بدعاء الرحمن يا إله العالم سرهم بالإعلان يا إله العالم الحبيب المخدار يا إله العالم دائما بالأسحار يا إله العالم قائلا يا غفار يا إله العالم زد لنا بالغفران يا إله العالم واستجب لي واسمع يا إله العالم ولنا الكل جمع يا إله العالم ولمن لك يا يضرع إله العالم طالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم من خص بالإسراء يا إله العالم به ترى يا إله العالم جميع الأزمان يا إله العالم يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما ما يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا واسع كنا الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا مجد كنا الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك كسب سترا على القبائح والأخطاء يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا من كنا يرى سر قلبي حسبي تلاوك حسبي فمه بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي عليك كنا اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي
وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والكار. يا عالم السر منا لددك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا وحب الدنيا ذميمة من كل خير عكيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفة وشغال. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. ويا نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تراويج علي وقصدها الجاه والمال. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا حيث ربي قد كنا. غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبار. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قد كنا. استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب يا ربي يا خير كافي علل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يشاء لما عذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطار لا إله إلا الله وقد أتاك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفكره لا إله إلا الله فازم بيسرك عسره لا إله إلا الله بمخذ جود والإفضال لا إله إلا الله ممنون عليه بتوبة لا إله إلا الله حصيل من كل حوبة لا إله إلا الله معصمه من شر أوبة لا إله إلا الله لكل من هو قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله على انظر بالأمثال لا إله إلا الله صدق وفندرك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبشر وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم حمد والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت نصيري لا إله إلا الله ملكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان اللجا لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمنه الغزالة لا إله إلا الله محمد الهدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله أحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وليس المسلمين. نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ولنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على أسألك المسلمين. وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين يا
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نوطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سلك المسلمين بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين للمنكرات يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على كل المسلمين الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسكين المسلمين غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على مر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الشاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي المسلمين دق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اغفر المسلمين لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بأحسن المسلمين ختام إذا ذان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين حضر سلنا نظر بجال الله يمحو ذنوب الله حضر سلنا نظر بجال الله يمحو ذنوب الله نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجهل الله نفوس بحول الله حضر سلنا نظر بجال الله يمحو ذنوب بفضله الله شامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله حضر سلنا نظر بجال الله يمحو ذنوب الله وبعد جاء النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله الشيخ الحضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب الله بالطالب المخضر المخبت صبر مطهر الأسرار سليل أهل الله الشيخ الحضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب الله الغادة القدوة السادة الصفا ذي ما لهم شهواه إلا لذكر الله الشيخ الحضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب مثل الله الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله الشيخ الحضر سلنا نظر بجاه الله يمحو ذنوب أبو الله بكر بن سالم هو حذف للظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله
الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا وينجي الغارق إن كان به واثق يلهقه بسابق هذا بفضل الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا الله لما قرأه العبد فحشد من نجد وقال لعل سعد يأتي بجود الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا والعبد الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا عسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا لأنه عائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا يرسل دواره في الحلب الداره ما في الكبد ماره الله 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 الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا قوموا معي قومه واغض الذي رومه كله مدى نومه يجي بعون الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا الله فكفى ما بي ودعوا لأصوابي في الحل يا حبابي فإنكم بالله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا كونوا لنا نصره بالسيف والقدرة وكل ما نكره حوشوا شيء لله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا هيا بكم هيا هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا والمصطفى الطاهر وابناه والباقر والكل حزب الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابناه والباكر والكل حزب الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا بهم حسبهم صفة الرب في الفضل والكرب والكل شيء لله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا صل وسلم دب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب أجمع بفضل الله الشيخ الحضر أرسلنا نظرة بجاه الله يحوذنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة العقول السالمة ولا القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بهم معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دان أو نصيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إثم إذا متاتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وألحدوك وصرت جف خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشى عظم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
خاتما واختم إلهي باليقين من قبل اللوم اللائما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كما هي للمكر وإنما هي للممر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا معنا عمل وكسبنا كله زلل يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرمى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في يا ضلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم ينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاق ويشرنا في زمرة في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روحي سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قسم وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بالفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بالفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بالفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقا وولاده شيخ بكر السكران وشيخ عمر المخضر وإخوانهما وشيخ عبد الله العدروس أولاد أبي بكر عندني وإخوانه وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمل الله محمد مولى عديد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وسيدنا عمر العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب والحبيب حامد بن عمر وسيدنا أحمد بن عبد الله والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المخضار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الهبشي والحبيب عبد الله بن العدروس والحبيب أحمد بن عدروس العدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علي وجميع ساداتنا النبي علوي وسيد سعيد علي وسيد سعيد العمودي وسيد سالم بن فضل بافضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان خصوصا له الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله وإخوانه ومشي الحضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لحسب لأصحابه قهوة والبخور والكرامة وأنجى من خير وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا ويوم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة تامة. الفاتحة.
الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يوصل الإمام والأمة والرعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها وصل سادة العلوية يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا ويستر عيوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سهولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضر على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم. وقال رضي الله عن أسباب الصوارف عن الطاعات والدواعي إلى المخالفات تكاد تنحصر في 4: أحدها الجهل، والثاني ضعف الإيمان، والثالث طول الأمل، والرابع أكل الحرام والشبهات. Waqala radhiyallahu an, berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu arda, asbabus sawarifi 'anit ta'at wad dawa'i ilal mukhalafat, penyebab-penyebab atau perkara-perkara yang membuat seseorang berpaling daripada perbuatan taat dan perkara-perkara yang selalu mengajak untuk berbuat mukhalafat, sesuatu yang bertentangan dengan agama. Takat tanhasir fi 4, nyaris semua tadi itu terkumpul di dalam 4 perkara. 4 perkara nikah kebanyakan manusia sakala sawarif 'anit ta'at dawa'i ilal mukhalafat, menyimpang daripada taat dekat Allah Subhanahu wa taala dan selalu ngajak melanggar dekat aturan Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha al-jahl. Sepertama karena kebodohan. Karena minim ilmu sehingga kebodohan kelak selalu ngajak untuk bermaksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang ini kekian di ilmu teka asa konek tapi ilmu manfaat, tetap ilmu kelak jangan ngajak takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang kelak kian di ilmu manfaat walaupun sakonek, maka ilmu kelak selalu ngajak untuk berbuat taat dekat Allah Subhanahu wa taala, bancak ngajak menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nafi' huwa al-ilmu alladhi yuaddi sahibahu ilal khawfi wal khasyah. Ilmu si bermanfaat adalah ilmu taka apun sakone walaupun sedikit, tapi ilmu akan selalu mengajak untuk khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jak sampai yobu sifat bodoh nika. Jak sampai yobu, jak sampai sifat bodoh tapi terus orang sandi sifat bodoh kelak berusaha ngelang lagi. Ane kayak insyaallah orang saya bodoh tapi ngerti jawaban bodoh terus buang ke bodoh nah, maka insyaallah orang ini bakal jadi orang yang selamat. Tanpa ilmu tak mungkin. Tanpa ilmu tak mungkin karena bodoh neka kalamuhu kal himar wa sukutuhu kal jidar. Debun Al-Haddad, kalamuhu kal himar, yang bodoh ni mana omong ngelantur ngawur. Wasukutuhu kal jidar, menengah tembok, la yanfa, tak ada manfaat sekali. Nah, jadi bodoh aneka adalah penyebab utama orang gila napanya mana sawarif 'anil ta'at dawa'i ilal mukhalafat, selalu mengajak untuk berpaling daripada taat dan selalu mengajak untuk selalu melanggar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-jahl, sifat bodoh.
Na'udzubillah. Wathani, adapun penyebab kedua, kebanyakan du'ful iman, karena lemahnya iman. Iman ni bisa kuat kelaban ilmu. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu ni bisa mengodi aki, bisa odi agama Islam nikah kelaban ilmu. Ilmu juga bisa memperkuat dekah iman. Berarti kekuatan iman tergantung seberapa kuluman jenengan kencengnya ilmu. Semakin orang ini kesergep ngaji tentang ngaji ilmu gelak kang kuwi mata kau ke Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat keimanan otomatis. Semakin malas hadir majelis ilmu, semakin sengkang ngaji dipastikan ilmu dipastikan iman pasti lemah. Karena ada asupan untuk iman. Ada protein, ada vitamin untuk iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni bisa tambah, bisa orang yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis imannya kuat. Yazid wa yanqus, bisa kurang imannya juga otomatis. Wa yanqusu bil ma'siyah, mau tidak mau, sadar ataupun tak sadar, ketika kau luman jenengan seneng deka maksiat neka, maka saya jadi korban atau taruhan adalah iman. Maka ilmu bi iman tak bisa efesa. Adapun kebuduan bi iman, tak mungkin iman ini bisa kuat kelaban kebuduan tak bisa, karena penyakit buduh ane bisa ngerosak de kebadan iman. Nah, karena kebuduhan gila akhir orang lemah imanah. Penyebab utama yang nomor 2 ini adalah sebab du'ful iman, karena lemah daripada iman. Ini kata Ibnu Haddad ning kitab Al-Hikam. Wa tsalits, adapun seketiga penyebab daripada orang-orang gemar berpaling daripada taat, gemar melakukan maksiat, penyebab yang ketiga adalah tulul amal, panjang angan-angan. Beda bi cita-cita. Cita-cita harus himmah, ulu fil himmah. Engkau terus jadi orang yang alim, terus jadi orang al-abid, al-nasik, al-alim, al-amil. Engkau terus sukses alako, engkau terus dua berusaha. Nekanya mana? Bida, anekanya mana? Cita-cita dibarengi atau diimbangi dengan pekerjaan. Tapi mon al-amal, tulul amal, berandai-andai. Terus warga king tak beramal. Terus selamat king tak jalan yang jalan saya selamat. Hadza tulul amal. Tulul amal lan jongon-angon seakan-akan masih hidup 100 tahun lagi, padahal setahun belum tentu setahun, sebulan belum tentu sebulan, seminggu, sehari, bahkan sejam, bahkan setengah menit kulo sampean ada saja min bisa boleh. Tulul amal. Maka tulul amal ini adalah penyakit. Tulul amal ini penyebab utama orang gelek terus melakukan kemaksiatan, terus berpaling daripada ketaatan. Tak gelem hadir majelis ta'lim, hadir majelis zikir, hadir tempat-tempat saya tak gelem. Karena apa? Tulul amal, tobat dibudi. Ngaji mula tua. Mula medeng ngaji. Mula dari layar sentuh ngaji. Mula medeng ngaji. Tulul amal, dan tulul amal nikah ternyata bareng saya bisa langalangin orang ini masuk surga. Hati-hati. Rasulullah SAW ada budak ke sahabat, atuhibbuna an tadkhulunal jannah, apakah engkau mau masuk ke surga? Faqalu bala ya Rasulullah. Engki ya Rasulullah. Saya tak turun masuk surga. Dabun para sahabat. Di antara syarat-syarat orang masuk surga, qassiru al amal. Papandek ngenang-ngenang kakek. Jak Roma Saudi sehari 2 hari lagu. Bisa jadi di malam kulit bisa main ke mulat ada. Gasiru al amal. Jangan ngenangan. Wa thabbitu ajalakum baina absarikum. Sabe ajal lagi ada mata terus. Wastahyu minallahi haqqal haya. Betul-betul todus dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ya dan orang todus, banyak orang todus, tapi betul-betul todus, ada orang, banyak orang pakun todus dekat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syarat orang masuk surga, qassiru al amal. Berarti tulul amal, kalian kebaliknya daripada
qasirul amal. Cek sampai jeng lajeng ngenangan. Ala kulli hal mun pancen sampeyan takdir yang soki palampe. Takdir di ilmu ajaraki ilmu na tekapun ilmu na sakone. Takdir dadi pejabat sing bermanfaat. Malah orang lanceng ngenangan cerek. Daya takok kiri, daya takok bangkrut, daya apa anak ngakan apa? Ngakan nasi, ngakan apa kan beto. Lanceng ngenangan gelu masa depan, kuburna kakek weker. Masa depan aja karo masa depan anak. Masa depan kuburan deh lah, cerah tanja. Karena masa depan saya saung guna kuburan. Bener cuma masa depan anak. Tapi anak silahkan sanggolen, dinain. Tapi untuk sampean tibi kemah, jangan ngenangan. Puh, jangan dia motor. Tahu sandi habis sandi motor kakek. Gila sepeda aja lah. Tahu saja ngenangan. Nah akhirnya ngecok. Akhirnya ngecok. Akhirnya ngerampok. Akhirnya judi. Karena lanceng ngenangan terus ngerayen terus saya bernapote. Wes lah kelabu tahu saya saya bernapote. Tulu lama lanceng ngenangan. Waduh tak tahu ngocah mon rencana punya gelu. Kapling, bungkoh, tingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, boleh istri 4, waduh. Tulu lama lah dah. Mon pacet kakek takdir apa be pasti dadi. Jalan ni baiklah. Bismillah. Ngaji, nyereng lagi kebuduan. Urusan dadi alim, dadi ulama, dadi kiai. Ngaji terus dadi kiai. Tak didadi kakek. Sepenting napanya mana ngenangan nikah perpendek. Sehingga orang mula selalu enggak ada mati. Cakang oleh ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Penyebab nomor 4 warabi' aklul haram wasyubuhat. Penyebab perkara-perkara atau penyebab sesuatu perkara yang selalu mengajak untuk berpaling daripada taat dan mengajak untuk berbuat maksiat, aklul haram wasyubuhat. Kakanan tak beres. Kakanan tak beres. Makin ampun lah tak pati ngurus kakanan. Apa jeria syubhat, apa jeria haram, sepenting kenyang, tak ngurus. Padahal nikah adalah mun tombu teking kekewuleban panjenengan deeren nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bih. Setiap darah daging yang bertumbuh besar daripada perkara yang haram, fannaru aula bih, maka tidak ada tempat yang layak kecuali neraka. Wa ta'atun mimman haramun ya'kulu mithlul bina'i fawqal mauji yuj'alu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalaban ngakan seharam mimman haramun ya'kulu, tapi ketaatan tadi itu daripada orang yang memakan perkara yang haram, mithlul bina'i fawqal mauji yuj'alu. Sebagaimana orang membangun bangunan di atas ombak yang besar, tak mungkin berhasil. Karena kakanan ini kesebekal maancor dekah ibadah-ibadah kewaliban panjenengan. Oleh karena itu 4 perkara ini ketengere. Arapa orang remak seneng ngelakuin dosa? Pertama, karena bodoh. Jak yang tahu jak maksiat dia bahaya, tak kira gelem ngelakuin maksiat. Nomor 2, dha'ful iman, pertanda iman lemah. Orang ahli maksiat berarti iman tak kuat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dha'ful iman, la ingkar ke maksiat wala merubah ke badan maksiat wala ingkar adhaful iman, paling lemah iman dia. Si nomor 3 engki peneka bareng sing ngajak deka perkara-perkara gelek tulul amal lan jangenangan. Nomor 4 aklul haram wash syubhat. Termuka pada selamat. Matur-muga para ilmu semanfaat, matur-muga ilangakin sifat budu nikah. Para ilmu sebisa matakuk dekat Allah Subhanahu wa taala, para rezeki se halal se barakah, pareng nanti Allah Subhanahu wa taala untuk gemar dan cinta untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, warhamna ya arhamar rahimin, waghfir lana ya khairal ghafirin.
warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin ya sami'al aswat wa ya mujibud da'awat isma' sautana wastajib da'watana birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.